السوشيال ميديا كده لقيت ناس بتقارن ما بين محمد رمضان، رامز جلال وسامح حسين. طبعا قلت حلو، اخيرا حد بيفهم. لسه ما لحقتش افرح، لقيت كومنتات زي طيب لما تلاقي ناس كاتبه كومنت زي دي، اول حاجه بتيجي في بالك ايه؟ هو احنا دماغنا دي سيبناها على اني رف؟ احنا شعب طيب جدا جدا وبينسى بسرعه، واول ما حد بيطلع ترند خصيصا في الخير يعني بننسى كل اللي عمله قبل كده، وبنديله فرصه تانية وتالتة ورابعه لحد ما خلاص روحنا بقت في مناخير. تعال نمسك كل واحد فيهم ونشوف ايه الحكايه. محمد رمضان هو نمبر 1 ولا نمبر بيزنس؟ لو ناسي هفكرك، رمضان كان بيستفز الشعب كله بالدولارات اللي كان ماسكها في طيارته الخاصه ومتصور جنبه دولارات في عز ازمه اقتصاديه حاده. انتقادات التباهي بالفلوس، وما حد عارف لو الانتقادات هي السبب او ايش، لكن محمد رمضان رجع وحذف الصور وخلى بس صورة واحدة واضحة فيها الدولارات من زاوية ضيقة جدا. الناس انتقدت الاستعراض، وخصوصا انه في كثير ناس ظروفها صعبة. من كام يوم كده كان طالع في حفلة، كان ماسك كوباية خمرة وبيتطوح. طيب هو محمد رمضان فجأة كده بقى محترم؟ فجأة راجع نفسه؟ أو فجأة بقى بيحبنا؟ بص يا حسين، اسهل حاجه عشان تخلي الناس الغلابه تحبك انك تستغل جوعهم وتاكلهم. والناس من كتر ما بقها بقى مفتوح، عقولها كمان بقت مفتوحه وبقت مستعده تستقبل وتصدق اي حاجه. محمد رمضان شعبيته نزلت الأرض، هو دلوقتي بيحاول يرجعها، مش عشان الفن، عشان البيزنس، عشان الشركات ترجع تديله إعلانات والمنتجين يشوفوه إن هو استثمار ناجح. لكن إحنا بالنسبة له أو بالنسبة لأي حد مجرد أرقام. كل ما الرقم ده كبر كل ما احتمالية بيع منتج معين بيكبر معاه. طيب رامز جلال، ضحك ولا إهانة؟ هو رامز مش بيستفزك بالدولارات، بس فكر معايا كده، هو امتى الكوميديا بقت ان انت تضحك على آلام الناس؟ من امتى بننبسط واحنا بنشوف حد بيتهان وبيتذل عشان الفلوس؟ زمان كانت الكاميرا الخفية بتضحكنا من غير ما حد ينهار او يتوجع او يتمرمط. تربيتي في ايه حضرتك؟ بس في ايه؟ اخصى عليك. ايه اللي حصل؟ بس في ايه؟ دلوقتي بقت حلقات تعذيب كل سنة بتصعب اكتر عشان المشاهد نفسه هو اللي بيطلب كده. بص، هو انت مش بتطلب ده بطريقة مباشرة، لكن الاحصاءات كلها بتقول كده. لما تتجاهل لك حاجة محترمة وحاجة هادفة وبتفضل تتفرج بس على الحاجة المبتذلة، على الحاجة السخيفة، على الرقص، ما تستغربش ان هو ده بقى اللي هتفضل تشوفه على طول، ان هو ده الترند، هو ده الناس بتحبه. وما تزعلش لما تلاقي واحدة زي رورو بلد بقت 2 مليون بس في اول كام يوم من رمضان. طيب اخر حاجة، سامح حسين. ليه محتوى التوعية بقى اللي بيقدمه سامح حسين هو في العموم مش مرغوب فيه؟ يعني تخيل معايا لو سامح حسين نزله في اي وقت تاني غير رمضان ما كانش هينجح. سامح حسين بيقدم محتوى مختلف، توعية وكلام مفيد بجد ورسالة محترمة، مش على التلفزيون، على السوشيال ميديا. لان محدش هينتج له البرنامج، لان المنتجين عايزين بس حاجة تجيب مشاهدات وخلاص، عايزين صدمة، عايزين فضيحة. ومعروف ان كل فضيحة بتدفع السرور للناس طالما هي بعيدة عنهم. عشان كده سامح حسين طلع على السوشيال ميديا وقال ايه؟ ان اللي بيحصل معايا ده معجزه يا جماعه، لان هو عارف ان حاجه زي كده ملهاش شعبيه اصلا، وان الزمن ده ضد الناس اللي بتقدم حاجه محترمه. هسألك حاجه كده، انت بتطلع بايه من كل ده؟ انت بعد ما تتفرج على محمد رمضان بتطلع بايه بغير ان انت بتفتكر ان الفلوس هي اللي بتخلي ليك قيمه؟ بعد ما بتتفرج على رامز بتطلع بايه غير ان انت اتعودت على ان فكره الاهانه ممكن تكون مصدر ترفيه؟ لكن لما بتتفرج على سامح حسين تطلع بايه؟ تطلع بمعلومه، بحكمه، بحاجه مفيده تقرب من ربنا اكتر. مين لسه قادر يشوف؟ كلمة أخيرة، لو لقينا الناس كلها ماشيين في طريق غلط لازم تسأل نفسك، هو احنا ماشيين وراهم بس عشان هما بيعملوا كده، ولا نفكر أحسن قبل ما نختار؟ بس شكرا كده يا اخواتي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. لو بتتفرج عليا من على اليوتيوب، لو بتتفرج عليا من على التيك توك اعمل فولو ولايك برضو، ويعمل شير ويعمل كل حاجة. وما تنساش ان انا هنا عشان نجاحك، فنجحني معاك وقت الجد مش هتلاقي حد. سلام.